قصيدة هجاء بعنوان سميرة توفيق، الأمين العام لجامعة الدول العربية. خبر عاجل جاءني لأبدأ الاتصالات والمشاورات لعقد قمة تحضيرية، فنهضت على عجل لأتدارك الوقت لأنه حاسم في القضايا المصيرية. حملت ملفاتي وتفقدتها كي لا تسقط واحدة منها سهوا وأوصف أنا بالعبثية، وتوجه تهم إلي بأنني سبب النكسة والهزيمة في القضايا الوطنية. وجهتي هذه المرة للقاهرة، والمكان قصر واسع مجاور للملاهي الليلية. استقبلني كبير الوجهاء في القبة مبتسما أمام أعلام الصحافة المحلية، وفي الاجتماع المغلق بيننا سألني وبشغف عن تلك المساعدات العينية، إن كنت أحملها معي أم أنها ستأتي لاحقا في الحقائب الدبلوماسية. قلت له: بشراك يا هذا ستصل إليك ما حييت، لاحترامك للمعاهدات الأمنية، ولنسلك من بعدك أمثالها ما دمت كلبا ينبح بشراسة وهمجية. كبير رجال القبائل أنت، وسيد البلاد ما دمت تعوي حاميا لحدود الدولة العبرية. استكملت مشاوراتي وبدأت في وضع الخطط، مبتدئا بكلمة الافتتاحية مرحبا بالضيوف الأجانب والعرب، وهذه المرة بعبارات أدبية كي لا أثير حفيظة الحضور ويشاع بأني صاحب مشاريع تخريبية، ومقترحاتي سأقدمها واضحة في العلن وفي اللقاءات السرية. الأمين العام لم أعد أحبه، ويثير اشمئزازي لارتمائه بالأحضان الخليجية، والأمين العام المساعد أيضا مقرف لكثرة زياراته للبلاد الفارسية. والوفود المشاركة في المؤتمر أصابتني بحالة من القرف بألبستها الوسخة التقليدية. لست أدري إن كانت ستائر غرف النوم البيضاء أم وجوه الوسائد الحريرية. سأخاطبكم هذه المرة بلغة محببة إليكم وبصورة حضارية. سأصطحب معي مطربة لو سمحتم لي، عرفت بالمواويل والأغاني البدوية، صوتها رائع لهذه المناسبة وغيرها من أفراح ومناسبات تاريخية، وثوبها قمة في الذوق وحسن اختيار الألوان، وبنكهة شرقية موشى بخيوط من الذهب والفضة، وقلادتها ملأى بالمصوغات الذهبية. اخترتها لأنها مفخرة للعرب بصوتها وأدائها المحتشم للعروض الفنية. صوت الطبول في أغانيها، والناي ملازم له بطريقة سحرية أثارت شجون مستمعيها بأغانيها أكثر منكم يا أصحاب الأغاني والمعزوفات البدائية. سأقلدها ذلك المنصب الرفيع سفيرا لبلاد العرب في المحافل الدولية. من يوافقني فليرفع يده ليصوت، ومن يعارضني فليخرج للساحة الخلفية حيث منصة الإعدام في انتظاره. أليست هذه هي روح الديمقراطية؟ لن أستبد برأيي وأطعمكم كما تشتهي نفسي من قدور الطعام الحلبية بما لذ وطاب من المأكولات والحلوى، وما اكتنز على الجمر من اللحوم المشوية. وللحق أقول إن إطعام الكلاب لوفائها يأتي قبلكم من حيث الأهمية. حان وقت النوم، فلقد أرهقتكم بالخطابات والمناقشات والمداولات السياسية، لأنه في قاعة الاجتماعات لم تناموا جيدا كما نقلتها المحطات الفضائية. وكيف تغمض لكم عين ويرتاح منكم الضمير، وأطفال الأقصى يتساقط بحرب عنصرية.
ويتناثر أشلاء لحم مسجى بالدماء والأنفس الطاهرة الزكية. يا من تبجحتم بأنكم شجعان العرب وتغنيتم بالمفاخر والنخوة والحمية، انتهت أعمال المؤتمر، اصطفوا وابتسموا لآخذ لكم صورا تذكارية وتسجل في ذاكرة التاريخ بأنني كنت منسقا وراعيا لخنازير الدول العربية.